شحال لازم تصبر على الحمله الاعلانيه تاعك باش ديسيدي باللي راهي فاشله؟ وشنو هما المؤشرات اللي بيهم تقدر تعرف اذا الحمله الاعلانيه تاعك راح تنجح ولا راح تفشل؟ اول حاجه لازم تعرفها بعد اطلاق اي حمله اعلانيه هو انه عندك 24 ساعه في يدك باش تقدر ديسيدي اذا الحمله الاعلانيه ناجحه ولا فاشله. اما اذا الحمله الاعلانيه تاعك كانت ناجحه من بعد بدات تنقص في النتائج تاعها ولا بدات تفشل، نصيحه نمدها لك اصبر عليها 48 ساعه ولا 72 ساعه باش تقدر ديسيدي اذا طفيها ولا تكمل تخليها تمشي. اما المؤشرات اللي بيهم تعرف اذا الحمله الاعلانيه تاعك ناجحه ولا فاشله، اول مؤشر تعتمد عليه وهو السي تي ار، ولازم يكون اكثر من 1% باش تقدر تلحق الجمهور كلاس A ولا كلاس B اللي الجوده تاعهم مليحه. واذا كان تحت 1% ما ننصحكش تخلي الحمله الاعلانيه تاعك تمشي. ثاني مؤشر تعتمد عليه اللي هو السي بي ام، وهو سعر 1000 مشاهده. والسي بي ام تقدر تعرف اذا راه مليح ولا مرتفع من خلال الحملات الاعلانيه اللي طلقتهم من قبل، ولا تكومباريه مع حمله اعلانيه لنفس المنتج راهي تمشي معه اون باراليل. وثالث مؤشر واللي يعتبر اهم مؤشر واللي هو السي بي اي ولا السعر العامين. وباش تعرف اذا التكلفه تاعك مليح ولا لا لازم تكون ديجا درستها من قبل ما تطلق الحمله الاعلانيه تاعك، وتكون عرفت وشنو هو اكبر سعر ممكن تقدر تصبر عليه وشنو هو السعر اللي تبدا تخسر فيه. دونك هادو كانوا اهم 3 مؤشرات اللي تعتمد عليهم في دراسه اي حمله اعلانيه. اذا عندك اي سؤال ولا استفسار بخصوص هذا الموضوع تقدر تخليه لنا في كومنتار ولا تبعته لنا في الخاص، وباذن الله في الفيديو الجايين راح نحاولوا نتحدثوا عليهم.